وفي قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا هو اليقين، هذا يقين عظيم جدا. من استطاع أن يستحضر هذه الجملة في كل وقت وعند كل مصيبة فإن هذا الذي ملئ قلبه يقينا وإيمانا بالله عز وجل، يقين وإيمان، هذا لو استحضرها المسلم عند كل موضع فإنه السعيد. لكن انظر بعد ذلك ماذا يقول صلى الله عليه وسلم، يقول: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هو واقع، ولا تقل لو، لأنهم لو اجتمعوا كلهم لم ينفعوك ولن يضروك. واعلم أن النصر مع الصبر. هذا هو الفأل، والله عز وجل يحب الفأل ويحب حسن الظن به سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد قال العلماء: لن يغلب يسرين عسرا واحدا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.